اصل احنا برضو لو هنتكلم في الصح هو مش ذنبك. هو غالبا ذنب مامتك وباباك. هو ايه الجينات اللي هما مديهالك دي؟ انت هتعمل ايه يعني؟ هتسحر؟ صباح الخير وازيكم، اهلا بيكم في فيديو النهارده. اتاخرت عليكم انا عارف، ده فيديو من فيديوهين انا شغال عليهم بقالي فتره والموضوع خد مني ريسيرش وقت. المهم ندخل في الموضوع على طول. فيديو النهارده هتكلم فيه هل بمنتهى البساطة يعني هل ان انت شخص مثلا اوفر ويت، تخين، سمنة، اي حاجة من كل الكلام ده، هل دي حاجة غلطتك ولا لا؟ يعني هل فعلا الموضوع بسهولة او بساطة على فكرة انت مش عارف تلتزم بالدايت والموضوع بهذه البساطة ولا لا؟ واللي فتح الموضوع ده ان انا من فترة رحت جيم قديم كنت بتمرن فيه، كنت شفت ترينر صحابي فبتكلم مع الناس ومش عارف ايه الكلام جاب بعضه ان احنا اتكلمنا في التوبيك ده. فانا كنت دايما بتكلم في التوبيك ده على اساس ان انا زمان وانا صغير انا كنت حد تخين، وهحط الصورة هنا، وان انا كنت شايف الدنيا والاكل بطريقه معينه وثقتي في نفسي وما بعرفش البس و كتير قوي بحس ان انا في الاماكن اللي هي السوشيال جاذرينجز او البابليك، يعني اي حته مثلا فيها خروجه مثلا او ناس او زحمه او كده، كنت بحس ان انا شويه مش مرتاح في حاجه غلط كده يعني. الاكل بالنسبه لي ما كانش مجرد مثلا اكل، هو كان برضو نوع من انواع اللي هو السلام النفسي تقريبا، او يعني مش عارف ايه اللفظ الصحيح بس تعالى نقول comfort eating. كان كتير قوي حاجات كده يعني. فدايما ببص للموضوع من هذا المنطلق، من تجربتي انا الشخصية، من انا كانت علاقتي بيه عاملة ازاي هكذا. وبعدين قلت طب ما انا ممكن اعمل فيديو عن الموضوع ده واكثف وقت وريسيرش اكتر وابتدي اشوف يعني الساينس او الكلام اللي بقى العلمي، او لو حد عمل ريسيرش، او لو ناس مثلا بتتكلم من منطلق مبني على يعني ريسيرش وابحاث وكل الكلام ده، نشوف بقى الناس دي بتقول ايه. فاحنا ممكن نبسط الموضوع ونقول بعيدا عن الناس اللي ممكن يبقى عندهم مثلا يعني اتولد مثلا عنده عيب مثلا في الغدة الدرقية او مشاكل في الحرق او كل الكلام ده، بعيدا عن الناس دي انا بتكلم عن الناس اللي هم الحمد لله ما عندهمش مشاكل صحية. هو وصل لمرحلة معينة، فاحنا ممكن نبص للموضوع ده من نظرتين. ممكن نبص للموضوع ده ان هو هو الغلطان، خلاص كده هو اللي على طول مثلا كان شخص بياكل كتير، مش بيعمل الاختيارات السليمة في الأكل، مثلا ما بياكلش سلطة وفاكهة، أغلب أكله مثلا دونتس وحاجات مقلية وبرجرز وبره البيت. ممكن نبص للموضوع بهذا السياق، او ممكن نبص للموضوع بسياق اخر اللي هو لا، الموضوع مش بالسهولة دي، انت برضو مش عارف، بيبقى فيه عوامل كتير قوي نفسية الناس ما بتتكلمش عليها وبتطنشها، يعني اللي هو ابعاد اخرى. هو الموضوع مش عشان هو الشخص فيزيكلي او جسمانيا سليم وما عندوش امراض او الحمد لله ما فيش مشاكل فيبقى خلاص هو كده الغلطان وهو الشخص اللي مش واعي. علشان اعتقد ان احنا لو جينا سألنا، اعتقد يعني انا ما عملتش احصائية، بس اعتقد ان احنا لو جينا سألنا اي حد هل تحب تكون شخص مثلا اوبيس، ما اعتقدش ان في حد ممكن يقول لك اه يعني، او شخص مثلا وزنه زيادة او تخين، او تخين، ما اعتقدش ان في حد هيقول اه. اعتقد ان اغلب الناس يعني مش لازم يبقى فورما او كريس بامستيد او اي حاجة، بس يعني كده. فالمهم ان دخلت بعمل ريسيرش، فقلت اشوف هل فعلا الموضوع مثلا قد يكون ليه علاقة بالجينات. يعني هل فعلا دي غلطة امك وابوك مثلا ان هم اللي اختاروا بعض بهذا الكومبينيشن اوف الجينات السيء وانت اللي لبست؟ يعني هل الموضوع فعلا مش ذنبك؟ حاجة من الحاجات اللي لقيتها بقى كان في زي ريسيرش او ستادي جروب هم عملوه، الكلام ده كان تقريبا في التسعينات، وهو حاجة صغيرة يعني، هو مش عملوش على عدد ناس كبير، بس هو الكونسبت او الفكرة وراها عملوا ايه. جابوا 24 واحد ولمدة 3 شهور راقبوهم وقالوا لل 24 واحد انتوا هتاكلوا 1000 كالوري زيادة عن المينتنس بتاعك، 1000 كالوري سيربلس، 1000 زيادة، 1000 كالوري زيادة عن اللي جسمك محتاجه. وفي اخر الثلاث شهور لقوا ان ال 24 واحد طبعا كلهم وزنهم زاد، بس في شخص زاد حوالي 30 باوند تقريبا 14 كيلو، وفي شخص تاني زاد بس 10 باوند قرب ال 4 كيلو. فهو الفرق ما بين الاتنين دول مهول، يعني فرق حوالي 10 كيلو، والاتنين كانوا عشان نبقى برضو متفقين
1000 كالوري سيربلس. يعني مثلا انا جسمي بيحرق 3، ده المينتنس بتاعي، انت جسمك بيحرق 2، ده المينتنس بتاعك. انا كلت 4000 زيادة وانت كلت 3000 زيادة، فهو برضو ايه، احنا كل واحد واخد 1000 سيربلس. هل الفرق المهول ده كله لمجرد ان ده حرقه احسن من ده؟ لا، بس جزء كبير منه لمجرد ان الشخص ده وهو قاعد على الكنبة بيحرق اكتر من الشخص ده. اه، ده جزء كبير منه. بس في نفس الوقت انت الكالوريز برضو بتحرقها في حاجات اخرى، يعني غير التمرين. نركن التمرين على جنب، في حاجه اسمها نون اكسرسايز اكتيفيتي او نيت. زي ما انا دلوقتي بتكلم اهو، انا بحرك ايدي مثلا، ما ده كله يعني طاقه. اه، هي حاجه صغيره، بس ده بقى على مدار اليوم بيفرق، وبيفرق قوي كمان. فعشان كده مثلا الناس اللي انت بتشوفهم مثلا فراقه، او الاطفال اللي بيبقوا مثلا هايبر اكتيف، او الناس اللي هي ما بتعرفش تقعد، او الناس اللي هي طول ما هي قاعده عماله بتهز رجلها، او مش عارف ايه، او مثلا طول ما هو بيتمشى في البيت لازم يقعد يعمل اي حاجه، ما يعرفش يقعد على بعضه. في ناس هي بطبيعتها اصلا الناس دي بتفرك، الناس دي بتعمل حركه، يعني هو ما بيتمرنش، ما بينزلش يجري، هو في اللاوعي عنده بيعمل حاجة، بيتحرك. او مثلا لو في ناس تعالى نقول بيشتغلوا مثلا شغلانة فيها نوع من انواع الحركة غير الشخص اللي قاعد على المكتب. يعني انا لو بروح مثلا هشتغل او بروح جامعة او مدرسة وبقعد 6 7 ساعات في اليوم، محاضرات، بشتغل اي حاجة، ده شخص بيقعد 6 7 ساعات. قارنه بقى بحد مثلا طيار دليفري طالع نازل طول اليوم، ست بيت طول اليوم، بتصحى تتحرك توطي مش عارف ايه بتاع، تشيل تحط تروق. قارن الشغلانات دي بالشغلانات القاعدة، فدي برضو حركة انت مش واخد بالك منها. غير ان اصلا في ناس بطبيعتها فراكة. ايه بقى علاقة الكلام ده باللي انا بقوله؟ ان هم جم برضو في 2018 عملوا استادي تانية، جابوا ناس وادوهم برضو 1000 كالوري، كان بيقيس النيت بقى. يعني هو كان هدفه ان انا جاي اقيس النيت بتاع البني ادم ده. اديته 1000 كالوري زيادة، يعني هو مثلا مش شخص في دايت عنيف قوي فما بياكلش فحالته صعبة، لا لا لا، ده انا مديله بزيادة. اكتشفوا ان حتى النيت بيختلف من الناس للناس. والفرق كان ان في ناس لما خدت 1000 كالوري زيادة النيت بتاعها قل حوالي 100 كالوري، ابتدى يحرق في اليوم اقل 100 كالوري، يعني ابتدى يقعد اكتر وما يتحركش اقل. وفي ناس ابتدت تتحرك اكتر بما يعادل 700 كالوري. يعني في ناس من حرقوا من الحركات اللي بيعملوها طول اليوم وهو مش واخد باله 700 من الألف الزيادة. ملناش دعوة بقى بالحرق ولا مش الحرق، هو اتحرك وفرك تقريبا ب 700 كالوري زيادة. يعني هو من الألف اتبقى له 300 بس. وفي شخص تاني من الألف أنتخ أكتر وابتدى ما يتحركش، ابتدى مثلا يتفرج على التلفزيون أو ما يعملش حاجة، فقلل 100. يعني هو كأنه واخد 1100 أساسا. فالنيت برضو حاجة من الحاجات اللي هي بتعمل فرق كبير برضو. وكمان ده معناته ان النيت الى حد ما برضو تعال نقول ان هو جينات، ان في ناس هي اصلا فراكة، الناس هي ما بتعرفش تقعد، الناس ما بتعرفش تقعد ثابتة، يعني هي الحالة الوحيدة بتثبت فيها وهي نايمة. طبعا مع تفاوت الدرجات، يعني في ناس ما بتتحركش خالص، في ناس حركتها عادية، في ناس لا بتتحرك كتير، هكذا. فنحط بقى الاستادي دي مع الاستادي الاولانية خالص، فتخيل بقى ان لو في حد عنده جينات ان هو حرقه العالي وهو قاعد على الكنبة عالي وفراك، وحد الناحية التانية لا هو العكس، هو حرقه يعتبر شوية اقل وحركته كمان قليلة في اليوم. فمن هنا تيجي الفروقات. حط الاتنين دول بقى مع بعض هتلاقي ان الفروقات بقت مهولة. لو حد حظه حلو كفاية ان هو عنده ده وده، وحد حظه وحش ان هو عنده ده وده، الفرق بقى مهول ورهيب رهيب من غير ما نعمل اي حاجة. يعني بس لسه بسم الله الرحمن الرحيم ما قلناش صباح الخير، ما قلناش اتمرن، ما قلناش اكل، ما قلناش اي حاجة. هو ده لوحده ممكن يجي ياكل ماكدونالدز وبتاع والدنيا تمام بقى، ما انت شغال وكده كده بتفرك وبتتحرك وحرقك كمان عالي، والشخص ده الناحية التانية لا. فبرضه نحط الحاجات دي انتوا الحسبان. احنا ممكن كمان بقى فوق كل ده نزود حاجة كمان، الجوع. هل في ناس بسبب برضه جيناتها مثلا او بسبب اي حاجة الجوع عندهم مختلف؟ يعني هل في ناس مثلا ما بتشبعش بسهولة زي ناس تانية، وهل في ناس بتشبع بسهولة اكتر من ناس تانية؟ لما تيجي تحس بالجوع بقى جسمك بيفرز هرمون اسمه جريلين. اتمنى بكون بقوله صح، بس هو الجريلين.
الفكرة في ايه بقى؟ جم عملوا برضو تجربة تانية او استادي تانية، جابوا ناس وحبوا يقيسوا الهرمون ده بتاعهم قبل الاكل وبعد الاكل، وادوا الناس دي وجبات، يعني كان في وجبات هاي فات وجبات لو فات بس هاي كارب، وحبوا يشوفوا هل مثلا هيفرق في الجريلين ولا لا. اكتشفوا بعد كده ان هم لما جم بصوا بقى على نتيجة التجربة دي كافراد مش ككولكتيف داتا، يعني مش خدوا توتال الداتا دي كلها وبصوا عليها من بعيد، لا لما ابتدوا بقى يفصصوا الاشخاص اكتشفوا ان في ناس خدت نفس الوجبة دي. يعني مثلا انا وفلان، انا وهو وقعنا في ان احنا ناكل الهاي فات ميل، انا وهو كلناها، جم يقيسوا الجريلين بتاعنا بعد الوجبه، اكتشفوا ان انا الجريلين عندي واطي، انا شبعان ما عنديش جوع، وفلان التاني كل نفس الوجبه بتاعتي الجريلين ستيل عنده عالي شويه، الشخص ده ستيل لسه جعان ما شبعش من الوجبه دي. فان حتى مثلا الجوع والوجبات اللي يشبعني غير اللي يشبعك، بتجوع امتى ممكن تجوع غيري، بتجوع قد ايه غيري، فدي برضو حاجات كلها بتفرق. هل بعد ما اتكلمنا بقى على الحرق وعن النيت وعلى الجوع في حاجات كمان ممكن نتكلم عليها؟ اه في حاجات تانية كتير قوي ممكن نتكلم عليها. مش هتكلم مثلا عن الناس اللي عندها مثلا امراض او اي حاجة، بس ممكن نتكلم مثلا عن الستات والهرمونات ولخبطة الهرمونات والحمل والبيريد في الشهر، دي كلها حاجات بتفرق. ممكن نتكلم برضو عن الناس اللي بتدخل مثلا في فترات اكتئاب مثلا، ما انت في ناس كتير قوي مثلا لما بتكتئب تحاول تعوض الموضوع ده بانها بتاكل اكتر، دي كلها حاجات برضو يعني عوامل اخرى ملهاش دعوة برضو بقى حرق وبتاع وكل الكلام ده. طيب هل ده ستيل معناته اي فيديو انا عملته قبل كده وبقول لك احسب الكالوريز وكالوريز ان وكالوريز اوت ومش عارف ايه وجسمك بيحرق ايه، هل ده معناته ان هو كله بلح؟ لا، الكلام ده ستيل لا يزال صح. انت برضو عشان توصل لمرحلة ان انت تبقى وزنك زاد، انت لازم في مرحلة ما تكون كلت اكتر من اللي جسمك محتاجه، يعني انت كلت اعلى من المينتنس بتاعك، فهو ستيل لا يزال ساينس صح ومفيهوش حاجة غلط. بس اللي احنا بنتكلم فيه ايه دلوقتي؟ ان في ناس علشان تزيد هي مثلا ممكن تاكل 2.5 وتزيد، وفي ناس لا، هو عشان تزيد محتاج تاكل 4000 كالوري. هي دي الفكره بقى. فاحنا في الاخر بعد كل الكلام ده ممكن نيجي نقول لا على فكره ده مش غلطتك، انت مالكش دعوه، ده بص انا قلت لك حاجات قد ايه، ده انت يعني كتر خير الدنيا، كتر خير الدنيا قوي. ده انا كمان مثلا ما اتكلمتش في حتة ان احنا بقينا في زمن ان الفاست فود والدليفري والابليكيشنز وبتاع وفي 30 دقيقة وكل حاجة، وان انت مثلا بتروح الشغل وبتقعد في الشغل بالساعات والناس مثلا حواليك يلا يا جدعان هنطلب فطار، يلا اي حاجه يلا هطلب هاكل معاكم، انا مش هبقى الشخص اللي قاعد لوحدي ما بياكلش ليه يعني، وهكذا. يعني دي كلها طبعا برضو عوامل اخرى بقى، يعني تعال نقول عليها عوامل مثلا اجتماعيه او اي حاجه. يعني عايش مثلا في البيت مع مامتك مثلا، او متجوز ومخلف عندك اطفال في البيت، فبالتالي نتيجة ان انت مش متحكم في اللي موجود في التلاجة 100% عشان معاك اشخاص تانية اخرى، فممكن يكون في اكل في التلاجة مثلا برضو مش كويس. اكسرسايز مشهور قوي، ماما انا هعمل دايت، حاضر يا حبيبي النهاردة عامله لك محشي دايت يلا. فدي كلها عوامل تأثر عليك. هل بعد كل ده لو جيت سألتني يا فهد هل دي حاجة غصب عن الواحد، هرد اقول لك برضو لا. يعني ده رأيي انا بقى بعد كل الكلام ده، هقول لك لا. ما هو برضو بعد كل الكلام ده ستيل انا اقدر اجي اقول لك اه في ناس الموضوع بالنسبة لهم اسهل، اه في ناس لازم تحط مجهود اكتر بكتير، في ناس ما بتبقاش واخده بالها هي بتاكل ايه وبتحافظ نوعا ما على شكلها، انا مش معترض على كل الكلام ده، بس ستيل حاجه اقول لك احنا دلوقتي بقينا في زمن جيمات بقت موجوده تقريبا في كل حته، في كل شارع، في كل ناصيه هتلاقي جيم، في كل منطقه هتلاقي جيم بطريقه يعني هتلاقي جيم. زي ما بقى في دليفري وفاست فود والاكل بيجي بسرعه والاكل المضر بقى اكتر والدعايه وفي التلفزيونات، برضو الناحية التانية بقى عندك برضو السوبر ماركتات والمطاعم والحاجة في اوبشنز احسن من الاوبشنز التانية، عشان بقى عندنا وفرة مهولة في المطاعم والاوبشنز اللي عندك. دي حاجة. برضو حاجة بقول لك مثلا السوشيال ميديا والانترنت وبتاع وكل الكلام ده بقى عندك ناس كتير جدا تمارين بقى وطرق اكل وحاجات كتير على الاقل تقولك ازاي تبدا. يعني بص انا يعني هقول لك ان بص يا معلم كل الانفورميشن على الانترنت اللي ببلاش وحشه، او مبقاش كلمه وحشه، ناقصه مش كامله، على الاقل فيها اللي يخليك تبدا. فانت كده بقى عندك جيم وعندك اكل وعندك معلومات، انت مش محتاج حاجه تانية عشان تبدا تعمل حاجه. هو انا بقول بمثلا خبرتي، ومش كلمة خبرتي، يعني هقول انا بالاكسبيرينس اللي انا مريت بيها بان انا كنت برضو شخص مثلا اوفر ويت او كده، الموضوع ممكن يكون بياخد مجهود اكتر مني مثلا من ناس تانية،
من صحابي مثلا او من اي حاجه. ساعات مثلا بضطر اروح الشغل معايا علب الاكل بتاعتي عشان ما اكلش معاهم. ساعات ببقى مثلا قاعد مثلا مأخر الاكل ساعتين شويه علشان مش هعرف اكل هنا، فمستني مثلا حاجه تانية تيجي او بتاع، او هروح حته تانية احسن اكل، او اكل لما اروح. ساعات بضطر اعمل كده، بس واحد ما بعملش كده على طول، مش طول السنة طول حياتي. في فترات معينة مثلا لما اكون قافل قوي، وفي فترات تانية ببقى بني ادم عادي وبزيد ومفيش مشاكل. هو برضو بالانس يعني، ده اللي انا عايز اقوله. تاني حاجة هقولها ان هي ستيل تزال غلطتك، يعني مع الاسف الشديد تزال غلطتك. وجهة نظر انا في الدنيا ماشية ازاي يعني. كتير قوي في الدنيا او في الحياة ما بيفرقش انت شخص بادئ منين او عندك ايه او اي حاجه. اللي هيفرق في الاخر النتيجه، هل انت عملت ولا ما عملتش. يعني ممكن يبقى في فلان مثلا ابوه واسطه بتاع مش عارف ايه ودخل خد شغلانه، تمام انا مش معترض. ممكن يبقى انت شخص ما عندكش هذه الحاجات دي. النتيجه في الاخر ان انت مثلا لو قعدت تدي لنفسك اعذار، واصل فلان باباه وبتاع ومش عارف ايه، ما تمام ماشي حاضر يعني، معلش وحاضر يا حبيبي وحظك وحش وهو ابوه ساعده، انت ستيل ما خدتش الشغلانه انت يعني كده. فاللي انا عايز اقوله ان هو نفس المبدأ. ممكن يكون فلان مثلا حظه احسن او جيناته او ستيل ده مش معناته ان انت هتقعد تقول لا خلاص انا مش هعمل حاجه. لا، ما مش هيفرق. يعني اللي هيفرق في الاخر النتيجه. هل انت شخص فعلا عرفت تحط المجهود والوقت وكده ان انت تغير انك تغير نفسك، مثلا تبقى حد شكله بطريقه معينه، خد الشغلانه اللي هو عايزها، وصل للحاجه اللي هو عايزها بغض النظر عن الظروف شكلها عامله ازاي. دي ساعتها حاجه يعني انا كفهد مثلا احترمها اكتر بكتير من الشخص اللي هو genetically he's very blessed، اللي هو خلاص بقى انا ما بعملش دايت والدنيا تمام، انا ما عملتش اي مجهود وبابا جاب لي الشغلانه. هو بالنسبه لي انا نفس الكونسبت. بس في الاخر اللي هيفرق حاجه واحده، هل انت عملت ولا ما عملتش. انا ماليش دعوه بالاعذار، ماليش دعوه بمعلش يا حبيبي ومش عارف ايه. كويس انك تبقى فاهم. كويس انك تبقى عارف مثلا اللي هو لا انا مثلا حد جيناته كويسه، فمثلا حظي كده، فهضطر مثلا ايه، عندي يعني ليوي، عندي مساحه اكبر شويه ان انا تبقى الدنيا فريش شويه. لا والله انا شخص مثلا جيناته وحشه شويه، فحط مجهود اكبر شويه. بس ده مش معناته ان انا مش هوصل، لا هتوصل، توصل عادي وكلنا هنوصل. ويعني احدى الاسباب اصلا ان انا عامل التشانل دي، ان انا زمان لما كنت تخين بقى وكنت بجرب وبتاع ومش عارف ايه، ما كانش لسه في يوتيوب والكلام ده، وكنت عمال بخبط وعورت نفسي وغلطت وعملت حاجات كتير قوي غلط. فكان في حاجات معينه كان نفسي حد يجي يقولها لي. فاحنا هنا كلنا عشان نعمل حاجه زي كده، ولا وكلنا هنوصل يعني. بس ده رأيي في فيديو النهاردة. انا هقفل الفيديو ده على كده، واشوفكم الفيديو الجاي. والفيديو لو عجبك كالعادة please do like share comment and subscribe. وسلام.